اليوم شنو بسوي؟ بسوي لك حجامة حق وجهك، حق وجهي اليوم بجرب بإذن الله. وطبعا هذا ما راح يبين. مو درمبا بعد أخف صراحة، لأن أنا وحدة جربت أم محمد تبارك الرحمن، وهي شخصية متكرمة حتى من الشيخ سهيل الصباح تبارك الرحمن. فشخص الثقة لما أجيب شخص يعالجني ولا يسوي شيء حق وجهي، أجيب شخص الثقة. فإن شاء الله اليوم راح نحط الحجامة على خدودي على وجهي. يلا. وحجامة بالوجه يعني ناس مو مجربين، فشلون مصدومين انها حجامة على البشرة. حلو. فهي بس تكون الايد خفيفة والانسان متمرس، اي مكان يقدر يسوي فيها الحجامة. في ناس مصدومين يقولون يعني شيوخة فاشينيستا شلون سوت حق وجهها خاطرة. انت لما تي او انت لما تروحين تسلمين وجهك تسلمين حق انسان انت واثقة فيه. فانا لما يعني في ناس قد الثقة، في ناس مو قد الثقة، لكن الحمد لله انا وحدة لما اسولف بشيء وانصحكم فيه نصيحة تطلع من قلبي. هذا اولا. ثانيا الكاسات هذه هذه لا دعاية ولا اعلان، هذه انا اللي محتاجته وبشوف فايدته وقاعدة اطلعكم واشارككم فيه فقط. الحين العصب شلون عقب ما سويت تبارك الرحمن تبارك الرحمن. ما خفيفة تبارك الرحمن، ولا حتى تحسين بنغزة تبارك الرحمن، لأن هي على الطبقة الأولى من الجلد. ما ولأن تبارك الرحمن أنتي متمرسة، أنتي شاطرة بروفيشنال، مو وحدة يعني سوري على الكلمة، شنو اللي يقولونها مبتدئة ولا متعلمة. لا أنا مختصة وماخذة فيها شهادات. تبارك الرحمن. يا رب. يلا بسم الله تعالي. بسم الله. أيوة بس كذي ننطر عليها شوي وعقب نشيلها. شوفي حتى في هواء تحت الجلد ويخليك تحسين ان ثقيلة البشرة. الحين خلاص وقف. شوفي سحب كل اللي يقدر يسحبه. طلع. اشوف اذا باقي، بس خلينا نشوف. بسم الله. شوفي في الهواء اللي طلع سبحان الله، وهذا الدم اللي طلع. شوفي هذا كله هواء، الدم الفاسد. شوفي هذا هواء اللي بالكاسة. شفتوا البخار، الدم اللي طلع من الجلد. سبحان الله. طبعا الحين نشيله. بسم الله. هذا شوفي الحين انظف لك البشره. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى ما طولنا. كم دقيقة؟ دقيقتين ترى ما طولنا يعني كلش. ماكو حتى اثر. صار بس الخدود ورديات. احلى تن طبيعي. اي عبرنا اخذ مخلص هذا. شوفي هذا. بسم الله. ان شاء الله خلص. بسم الله. ما في حتى جروح خفيفة جدا، يعني أخف شيء سويت لك. تدرين انشد اللي هنا؟ ينشد. أنا قلت لك تنشد بنفس اللحظة. انتم ما راح تستوعبون، لأن الشخص نفسه كل واحد يعرف شنو وجهه، أو إنه شلون وجهه من هني ولا من هني ولا من كل الزوايا تبارك الرحمن. فأنا المين جول مالي، الهدف مالي كان شنو؟ كان إن أنا يعني هو بكل النواحي الحجامة تنفع ما تضر ابدا من بعد الله طبعا. حلو. لكن انا كنت قاعده اقول لها ابي الشده زائد النضاره والدم الفاسد انه يطلع. كان يقول لي راح يصير، كان اقول لها يطول، كان يقول لا طبعا هي حجامه بنفس اللحظه. فحسيت شفتوا ما راح تفهموني، بس شيء وايد مستانسه له. وعلى فكره ترى وايد شباب قاعد يدشون علي قاعد يقولوا لي شيوخه تسوي حق شباب. شوفوا أم محمد الله يحفظها ويبارك لها إن شاء الله تسوي حق بنات، زوجها يسوي حق شباب علاج طبيعي، العصب، أيا ما كان اللي يخص العلاج الطبيعي، وبإذن الله من بعد الله بيدهم الشفاء، وهم اللي يقرروا لكم الجلسات اللي أنتم محتاجينها. لا إله إلا الله. وأنا لما أعطيكم شيء أعطيكم شيء من قلبي، أنا أسويه، أنا واثقة فيه، واثقة بهالناس، أعطيكم إياه فقط. لحظة دقيقة، انتوا شنو سويتوا فيها؟ انتوا شنو سويتوا؟ تبارك الرحمن تقولي شيوخة
شيوخ هذيك كل مرة جيشك ما خلوني أنام. بنات شباب، أنا عرفت اللي حطيت لكم الرقم لأني قاعد أشارككم كل شيء. والله علق واتساب تبارك. زباين ماخذين مواعيد ضاعت مني أقسم بالله. يا عيوني شنو تقول لي؟ تقول لي شنو جابت لي؟ اقول لك هذا بحط رقم جديد حق متابعينك، خليني انا وزباين القدم سوا، هذا حق متابعينك. تقول زبايني القدم خليهم على صوب، انا هيبه رقم ثاني، رقم تليفون ثاني بس عشان بعد. والله معلق، ابي ادش على زبايني ماخذين مني مواعيد. تبارك الرحمن. لا ان شاء الله تعلق واتساب. من بعد الله ايدك مباركه باذن الله، ومن بعد الله بالشفاء ايا ما كانت مشكلتهم ان شاء الله يلقون عندك الحل من بعد الله. من بعد الله بإذن الله. هذا الرقم الجديد حق متابعيني انا فقط، حق ام محمد. 20 21 22 23 24 25 6. يا بيبي قاعد نتعب، يا بيبي قاعد نتعب والله رب الكعبة عم صارخ بالنادي. نتعب بس شنو؟ أول شيء نتوكل على الله ونقول بسم الله ونقول يلا هبة بقى ونعطيها التمرين الصح ونشيق نفسنا، بعدين نطلع لكم بطريقة شنو؟ الله فاشن الخصر الظهر تبارك الرحمن. أنا قاعد نتعب، وأي وحدة ممكن تكون نفسي أصلا، في ناس وايد يمكن نفسي أو أحسن مني بعد، بس مو بالسوشيال ميديا، لكن أنا بالسوشيال ميديا بس. ولا أنا بس منو اللي فاز؟ السعودية. يلا ألف مبروك يا أهل السعودية، شعب وجمهور تستاهلون. أهل السعودية I love you so much. مونديال